دي بتحصل من وقت الحمل، يعني الام وهي حامل في اخر الشهر الرابع يبدا لبن السرسوب يتكون جوه صدرها، بيفضل مكمل معانا حتى بعد الولاده. طب ايه اللي بيخلي لبن السرسوب ده مش طالع او مش بينزل زي اللبن العادي؟ عشان هرمون الحمل مسيطر على هرمون الرضاعه. اكيد سمعتوا قبل كده ان لو ام عندها او لو ست عندها هرمون الرضاعه عالي وعايزه تحمل، لازم بتعالج مشكله هرمون الرضاعه العالي عشان تقدر تحمل. ده مسيطر على ده، انا عالي عشان الام حامل، انت ثابت مكانك ما تعلاليش، خليك مكانك. عشان كده السرسوب مش بنشوفه بيدلدق من الامهات، وكمان كميته قليله ويبقى الثك عامل زي العسل كده او زي الجلو. كميته مش كبيره بس بتكفي البيبي، والاميونيتي اللي فيه عاليه جدا. بس حبيبي عاليه جدا الاميونيتي اللي موجوده في لبن السرسوب. مكمل معايا لامتى؟ مكمل معايا لغايه اليوم الثالث بعد الولاده، وممكن يكمل لليوم الخامس. طب ايه اللي ممكن يخليه يكمل لغايه اليوم الخامس؟ لو ام والده قيصري سبيشال الامرجنسي سيكشن عشان الام بتكون مش مستعده نفسيا، لو ام عندها سكر، لو ام عندها ضغط، الام دي ممكن لبن السرسوب يفضل معانا شويه لغايه اليوم الخامس. ايه اللي بيحصل بقى بعديها على اليوم الثالث او اليوم الخامس؟ بيحصل تغير جذري، هرمون الحمل يقل لاقل مستوياته، هرمون اللبن يعلى لاعلى مستوياته. انا اللي مسيطر. وعلى فكره مش شرط اثناء الحمل الام تشوف سرسوب خارج من صدرها علشان تقول لا انا عندي سرسوب، بس في تغيرات بتحصل في الثدي. لما بتحصل بكون مبسوطه وبعرف ان بيحصل تشينجز. زي ايه؟ زي ان الثدي لونه يغمق، الهاله يبدا لونها يغمق، والشكل بيختلف، والام تبدا تحس بتندرنس وتقول انا صدري بدا شكله يختلف. دي تشينجز تخليني مبسوطه وتخليني اقول احنا ماشيين في المسار الصح. على اليوم الثالث او اليوم الخامس يبدا هرمون الرضاعه يسيطر ويعلى لاعلى مستوياته، وهرمون الحمل يضرب. بيحصل حاجتين. اول حاجه الحاله النفسيه للام مش بتقدر تستحمل الهيوج تشينجز اللي بيحصل ده، حتى لو حد بيساعدها، حتى لو حد بيشيل، حتى لو حد بيعمل، فجاه شات داون، انا حزينه. اخر حاجه الام محتاجه تسمعها، لو في ازواج سامعيني دلوقتي، اخر حاجه الام محتاجه تسمعها كلمه ميادة قالت ان دي تغيرات هرمونيه وطبيعي ان هي تحصل. مع احترامي، ميادة نفسها لما مرت بالتجربه الهرمونيه دي وهي عارفه ان ده هيحصل، زعلت وعيطت وحزنت وبقت تقول لنفسها زيها زي انا بيحصل معايا كده ليه؟ مع ان عارفه ان ده تغير هرموني، بس انا في عنق الزجاجه ما بقاش مخنوقه وتيجوا تخنقوني اكتر. انا المفروض اكون سعيده، وكنت سعيده وفرحانه بتجربتي بكل حاجه، وفجاه انا زعلانه وحزينه، انا بعيط بدون اسباب، انا مش عارفه انا عملت في نفسي كده ليه، هو انا عملت في نفسي كده ليه اصلا؟ يقعد معانا ده من اليوم الثالث لليوم الثامن. التغير الفسيولوجي بقى اللي هقول لكم عليه ده، الام تشتكي ان صدرها محجر، تشتكي من تقل، وتشتكي ان حجم الثدي اختلف تماما. ده بيبقى الترانزيشنال ميلك او الحليب الانتقالي، وده اول مرحله في المرحله الثانيه من الرضاعه. خلاص خلصنا السرسوب. بيبقى لون الحليب الانتقالي اصفر جدا، الام ممكن تقول لي لونه قريب من لون الكركم. طب ليه؟ عشان مليان انتي بوديز ومليان بروتين، ده اللي بيخلي لونه كده. لو شفت اللون ده ما تتخضوش وتسالي نفسك هو انا اللون ده عامل عندي كده ليه؟ ده الحليب الانتقالي. هيقعد معايا الحليب الانتقالي يوم يومين بالكتير. بعد كده بقى نبدا اللبن العادي، وهقول لكم المرحله دي تتعاملوا فيها ازاي عشان تعدي بسلام وامان. الحليب بقى المتعارف عليه الماتيور، لو حد قاعد جنبك وانت بس يا حبيبي وانت بتعصري صدرك، او انت مشغله البامب، او حتى البيبي ماسكه وطالع نقطتين لبن، هتلاقي ميه. هو ميه، هو اول الرضعه بقى خلاص احنا ميه، اول الرضعه ميه، وبلونها بيبقى شفاف شويه، عباره عن ميه ولاكتوز. انا الكلب مبهدلني على فكره، بس يا حبيبي مليانه ميه ولاكتوز عشان ترضي عطش البيبي شويه، ويبدا لون اللبن يصفر اللي هو البروتين. اخر الرضعه بقى اللي هي الدهون اللي هي ناصعه البياض. هتسالوني البيبي ممكن يوصل لدهون الثدي امتى؟ ما ينفعش احط لك وقت معين. ليه؟ لان انا عند البيبي هو نيو بورن، الرضعه بتاعته ينفع تاخد من ربع ساعه ل 45 دقيقه على حسب قوه السكرنج بتاعته. هيبدا يكبر شويه، هتبدا شكوتك بعد ما كانت انا قاعده طول الوقت برضع، هتبدا تبقى شكوتك
بيرضع في 5 دقايق 7 دقايق بالكتير ويخلص رضعته. الطفل مثلا عنده 2-3 شهور، وده برضو طبيعي. فانا بعمل ايه؟ انا برضع كل مره من ناحيه ثدي واحده. ليه؟ عشان البيبي ياخد الميه اللي ترضى عطشه، وعشان البيبي ياخد البروتين اللي موجود في اللبن، وعشان ياخد الدهون. طيب انا دلوقتي رضعت، خد البيبي منه ربع ساعه تلت ساعه وخلص والدنيا كويسه ونايم، وايه هكرعه وهعرض عليه نفس الثدي تاني. لان المرحله الثانيه من الرضاعه اللي هي من اليوم الثالث لليوم الثامن صعب قوي البيبي يخلص ثدي ويدخل على الثاني. لما نوصل لمرحله طفرات النمو اللي بتحصل في اوقات مختلفه، عند عمر 3 اسابيع، عند عمر شهر ونص، واسبوع قبل او اسبوع اقل، عند عمر 3 شهور، بتحصل اسبوع قبل او اسبوع بعد، بتصحي من النوم فجاه كل حاجه متغيره. البيبي بيرضع طول الوقت، البيبي جعان طول الوقت، محطوط على صدرك طول الوقت، عايز يتشال، زن بلا هدف، هوب ياخد له اسبوع مثلا، تصحي من النوم تلاقي كل حاجه طبيعيه تاني. في الوقت ده البيبي ممكن يخلص ناحيه ثدي ويدخل على الثانيه، وما ننقلهوش غير لو صدرك طري تماما، بدا ياخد ويسيب عشان يبدي رايه ان الثدي بقى فاضي. ولو دوستي هتلاقي لون اللبن اللي طالع ابيض قوي اللي هي الدهون. نرجع تاني للمرحله الثانيه من الرضاعه. ميادة انت بتقولي لي انا هرضع من ناحيه ثدي وهسيب الناحيه الثانيه للرضعه الجايه. طب انت بتقولي لي في نفس الوقت ان ده اكتر وقت فيه لبن، وان هرمون اللبن في اعلى مستوياته، وان صدري هيكون تعبني ومحجره ووجعني، هعمل ايه؟ الثدي التاني لو تعبك ومش قادره تستني للرضعه الجايه، هتشفطي منه الشويه اللي ريحوكي، او عصريهم بايدك، او استخدمي الهكه اللي انت عايزاه. بس لو فضيتي للاخر صدرك هيملى اكتر، لان المرحله دي اوتوكراين. يعني ايه؟ يعني المخ المتحكم. انا هزود تحفيز اكتر، اندوكراين سوري، المخ هو اللي متحكم، اندوكراين. انا هزود تحفيز اكتر، هبقى بزود اوتوكراين. اوتوكراين يعني ايه؟ انا لو قلت ميديكال ترمينولوجي هتلاقوني بقول لكم يعني ايه اوتوكراين. يعني ايه؟ يعني ميكانيكال، يعني حاجه انا بعملها. فلو انا زودت تشفيط اللبن هيزيد اكتر، الا لو انت حاطه لنفسك تارجت. انا هنزل شغل او رايحه مؤتمر، وفي امهات بيبقوا معايا كده، هنزل مثلا بعد شهر من الولاده، وميادة قايله لي ان دي اكتر مرحله فيها ادرار لبن من اليوم الثالث لليوم الثامن. ممكن تحط نفسك بلان. انا عامله حسابي انا كل يوم هخزن مثلا 100 مللي، هحطهم في الفريزر، مش هستخدمهم لاي سبب من الاسباب، بس ما تطلعهمش مره واحده، اللي هو كل مره ممكن تطلعي شويه 20 في 30، هتحطهم في الثلاجه، هتيجي مثلا بعد ساعتين 3 4 5 6 زي ما انت عايزه، طلعت شويه تانيين هتحطهم في الثلاجه يبردوا برده، وبعد كده تضيفيهم على بعض. انا كل ده ما جيتش ناحيه الحاله النفسيه للام على فكره، هنعمل فيها ايه؟ انا بتكلم بس فيسيولوجيكال، هنعمل ايه للعضو اللي بيحصل فيه تغيرات كبيره ده. فام مش حاطه لنفسها بلان ان هي هتخزن لبن، هتمشي عادي جدا، صدرها تعبها، هتعصر منه الشويه اللي ريحوها، وهتعمل عليه كمادات بارده، وهتعمل كمادات كرومب عشان تهدي الدنيا شويه. المرحله دي لو قررتي تعملي فيها كمادات دافيه، هتعملي كمادات دافيه وراها كمادات بارده، عشان عايزه اقلل الكونجيشن، عايزه اقلل الاحتقان، مش عايزه ازود الاضرار. طب لو انا مادة صدري محجر وبحاول ان انا اشفطه ومش راضي يطلع، شاور دافي ومساج، وبعد كده هتعمليها عليها كمادات بارده، هتديلي الكونجيشن. الخليه بتاعه اللبن اللي كانت قد كده لما نزل فيها لبن وبدات تكبر، بدات تضغط على الخلايا اللي حواليها، فعملت فيها شويه احتقان، وده اللي تعبك. ممكن صدرك يكون محجر وتشفطي منه ما تطلعيش كتير، ومع ذلك ترتاحي عشان ده الكونجيشن اللي حصل. طب ينفع تشتكي ان صدرها محجر وتعبها من قبل ما توصل لليوم الثالث؟ بس هقول لكم دي حاجه تانية بيبقى شكلها عامل ازاي. الام لو خدت سوائل كتير قوي 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 اثناء الولاده، خصوصا لو سيزاريان سيكشن، لو قيصريه، ممكن يحصل حاجه اسمها بريست اديما او اريلا اديما. يعني ايه؟ يعني بيبقى في ميه تحت الجلد في الهاله. تعرفي الفرق بينها وبين المرحله الثانيه من الرضاعه ازاي؟ بتلاقي الجلد لو مسكتيه عامل زي قشره البرتقانه، يعني انت هتمسكيها تلاقي في ثقوب كده، الثقوب بتاعت الشعيرات الصغيره اللي طالعه عامله زي قشره البرتقانه، دي معناها ان في ميه متكونه، ودي التعامل معاها بطريقه تانية خالص. هنزل لكم حاجه عنها قريب، او هعمل ريل عليها، لان هي موضوع كبير وبنتعامل معاه بطريقه مختلفه. القصه يا جماعه مش قصه انا 1 2 3 4، او قصه ان انا اطلع اقول بلان ثابته، هي مش كده خالص. هي كل حاجه ليها بلان بتاعتها، بس احنا بنتكلم في الجنرال العادي اللي المفروض يحصل، وده اللي بكلمكم عنه النهارده. الحاجات بقى الجانبيه اللي ممكن تحصل نتيجه حاجات تانية، دي هنزل لكم عنها حاجات تانية عشان تبقوا عارفين وعارفين تتصرفوا ازاي.
وتبقوا عارفين ان ما عندكوش مشكله، دي حاجه ينفع نتعامل معاها. طيب خزنت، كنت محتاجه واستغلت الموقف وعملت لنفسي ديلي تارجت، حطيت 100 في الفريزر كل يوم، او مش محتاجه فقررت ان انا هدي الثدي التاني وما اسيبه لغايه الرضعه الجايه او اعصر منه شويه اللي يريحوني، وات ايفر اللي انت عايزاه. تيجي على اليوم التاسع بعد ما كنت بتشتكي لي الحقيني انا عباره عن ميلك ماشين وماشيه طرطش لبن في كل البيت والناس بتعمل نسكافيه وبتبعتوا لي، يعني عارفه انت بتعملوا لي مسجز اقول لكم طب ماشي ابعتي لي شويه اعمل بيها عشان مش لاقيه لبن في البيت اعمل بيه نسكافيه. تيجي على اليوم الثامن الحقيني انا اللبن قل، انا ما عنديش لبن. على اليوم التاسع بالكتير. ليه يا حبيبتي؟ انا صدري ما بقاش محجر. ليه بقى؟ علشان بعد ما كان هرمون اللبن هنا بدأ يبقى ستيبل بقى، نزل كده ومشي في وضعه اللي المفروض يمشي فيه، الوضع الطبيعي اللي المفروض يمشي فيه. فهترضعي هديكي لبن وفي ايه بوسه. مش هترضعي بتقولي لده انا بفطم قللي. طب بتيجي الغلطه دي ازاي؟ بصوا بقى، انا كنت مشفطه لبن في الفريزر وحطاه، وميادة الله يبارك لها كانت قايله لي فانا عامله ستوك. بص حبيبي، ابنك او بنتك عندك طلع لبن من الفريزر دي وانا هنام، انا عايزه انام 6 ساعات. هتصحي في الاول فرحانه ومبسوطه ان صدرك رجع يتقل تاني، وصاحيه من النوم صدرك مطلع لبن وفي ليكينج وفي حاجات كتير. تاني مره هيحصل نفس الكلام، على الثالثه على الرابعه هلاقيكي بعتلي حاجه من اتنين، يا اما الحقيني صدر محجر وحرارتي عاليه وبدات عندي اعراض التهاب، وصعب ان امي يحصل لها ماستايتس خلال اول اسبوعين. في الكتب وفي الجايد لاينز الماستايتس بعد اسبوعين، بس لو ام عملت بس يا حبيبي عملت سابت صدرها محجر لفتره طويله ينفع يحصل ماستايتس. فاحنا بنرضع اون ديماند، البيبي عايز انا برضعه، ما ينفعش تبقى نايمه 6 ساعات والبيبي محتاج وبيدوا لبن من اللي في التلاجة عشان انت اللي هتتعبي. طيب حصل ماستايتس التهاب ثدي؟ ما حصلش التهاب ثدي، بلاقيكي بعتلي بعدها بفتره لو فضلت ماشيه على النظام ده ميدا اللبن قل، لان انا قللت تحفيز الموضوع بقى بعد ما كان ماشي ان ده اللي متحكم واندوكراين المخ هو اللي معلي وموطي والدنيا ماشيه هرمونال بالتحكم من الماستر اللي هو المخ. لا، الدنيا مشي ده خد وهات. هتفضي هتبعتي رسائل للمخ، المخ هيبدا يبعت هرمونات يطلع يزود هرمون اللبن. مش هتفضي بتخلي الصدر مليان يبعت اشارات برضو للمخ، والمخ يبدا يفرز برولاكتين انهبيتور هرمونات توقف عمل البرولاكتين عشان ما يحصلش للثدي التهاب. بيحاول يحافظ على نفسه وبيحاول يحمي عضو تاني. يعني ايه؟ انا دايما بحب اريح الام وما بحبش ابقى اللي هو 1+1=2. لو انت قررتي ان انت بالليل لاي سبب ما زهقت منهم بقى في البيت، مش طايقه تشوفيهم، واصله لمرحله معينه مش عايزه تعملي مع حد، وحد هيدي لبن متشفط من اللي في الثلاجه، يبقى انت هتصحي تشفطي عشان تعملي ستيميوليشن او تحفيز، او تقولي لده انا احتياجاتي زي ما هي. زي بالظبط الام اللي بتشتغل اللي بقول لها وانت في الشغل ما تقعديش اكتر من 4 ساعات من غير ما تشفطي، خصوصا في المرحله الاولانيه اللي اول 3 شهور. ناخد بالنا من النقطه دي كويس جدا. هنعمل الصح هتمشي معانا الدنيا حلوه، هنعمل حاجات غلط الدنيا مش هتبقى حلوه وهتبعتولي. وللاسف الامهات اللي بيعملوا حاجات غلط بيبقوا معتقدين ان هي صح. مفيش ام بتعرف ان الحاجه دي المفروض ما تتعملش وبتروح تعملها، بتبقى معتقد ان ده صح. دي اول نقطه. حد من اصحابها او قرايبها قال لها على الكلام ده. دي نقطه تانية. بتوصل لمرحله بقى او حاجه طبيعيه بتحصل زي طفرات النمو تخليها تشك في نفسها ان اللبن قليل. لما صدرها يطرى بعد المرحله بتاعه الانجارجمنت اللي بتحصل في الاول، مش معنى ان صدرك طري ان صدرك ما فيهوش لبن. انا الانديكيتور بتاعي او الحاجه اللي بحكم بيها البول بتاع البيبي، وفي علامات واضحه صريحه تقول ان البيبي عنده جفاف. لو لقيت البامبرز البول فيه غامق، مش عارفه تعد المرات، ما قالت لي من 6 ل 8 مرات، بس انا بغير 5 مرات في اليوم. هتفتحي البامبرز ال5 مرات دول تلاقيه مليان كده بيبي. وده دايما بيكون وده دايما بيكون لما بيحصل بعد 6 ايام من الولاده، تلاقي البامبرز مليان كده بيبي، تفتحي تلاقي الدنيا غرقانه. وما تلاقيش فيه
بقع اورنج او نحاسي او زي الصدى، دي اللي بتقولي ان في جفاف تعرفي بيها انت كأم عشان ما دخلكيش في دوامه جلد البطن والعين والحاجات دي كلها. احنا الكبار لما ما بنشربش سوائل كفايه، ما بندخل التويليت نعمل بيبي، البول بتاعنا بيبقى غامق. هم الاطفال واضحين وضوح الشمس. انا البول بتاعي غامق، وكمان طلعت لك كريستالز على وش البامبرز، تيجي تفتح البامبرز تلاقي البقعه في وشك. ومختلفه عن الام اللي عندها بنوته، عشان البنات بيجي لها بيريود كاذبه، فممكن تلاقي نقطه دم كده نازله مع الفاجينال ديسشارج بتاعه البيبي بتاعه البنت. دي مختلفه خالص، دي نحاسي يا اورنج يا بول غامق يا بول لون زي الصدى، دي معناها الكريستالز ان البيبي ده مش داخله سوائل كفايه. طب اتصرف ازاي؟ انا لقيت المنظر ده، البيبي نايمان مش راضي يرضع، اصل الصفرة بتعلى وانا في دوامه والساعه 4 الفجر ومش عارفه اتصرف ازاي، وطبعا نايمان وسليبي مش راضي ياخد. يبقى انت هتشفطي وهتدي بالسرنجه، عشان في مواقف ما فيهاش نقاش، وفي مواقف ما ينفعش اقول لك انت مش عارفه، اصل انت مش عارفه تظبطي اللاتش. اظبط اللاتش ازاي اصلا وانا عندي بيبي اصلا حاصل له بوادر الدهيدريشن وبيبي الصفرة عنده بتعلى، واطلع اقول لك لاتش مين والناس نايمين؟ انا عندي بيبي لازم تتحل المشكله، وتتحل مشكله بطريقه ما تبوظليش الرضاعه. انا هطلع لبن وهدفيه وهدي بسرنجه عشان انا عندي مشكله، ووقتها بقى نشوف هنعمل ايه. هروح للدكتور تاني يوم، هتصرف ازاي، هنزل الطوارئ دلوقتي، هروح دلوقتي حالا، بس انا شفت كوارث بسبب الدهيدريشن. يعني انا هتصرف وبعد كده اشوف هعمل ايه. فدي خليها عندكم تبقوا عارفين بقى تتعاملوا ازاي. دي الثلاث مراحل بتاعه الرضاعه اللي بتحصل في الوقت ده. طبعا الويننج مش هتكلم عنه دلوقتي خالص. دي الثلاث مراحل بتاعه الرضاعه اللي انا حابه ان انتوا تكونوا عارفينها وعارفين تتعاملوا معاها ازاي، عشان هي فعلا مهمه جدا. والحاجات اللي معروف ان هي طبيعيه، الام بتشك في نفسها وتبدا تعمل حاجات تانية. بعد اليوم الثامن الوضع بيختلف. وبقول لكم برضه على فكره، حتى اللي بياخدوا معايا سيشنز اقسم بالله بيبعتوا لي، ما هي ده انا صدري فضي. ما هو ايوه ماشي، ما هو انت انا قايله لك اقسم بالله ايه اللي هيحصل. ايه ده انت قلتي لي طيب طب ماشي تمام، معلش بقى الرضاعه مياده، فايه ناخد بالنا كله. في ام كاتبه لبني بيقطع، اعمل ايه؟ وانا مش عارفه بيقطع يعني بيقطع بيبقى رايب لما بتحطيه في التلاجة ولا ايه بالظبط؟ لما بخزن لبني بيقطع. بص هو مش فكره بيقطع، اللبن لما بيتخزن الدهون بتطلع على الوش، فبتلاقي كله تحت لونه ميه وشفاف، وبتلاقي على الوش طبقه من الدهون. هو كده مش قاطع. لو هتاخدي منه كميه، انت بتاخدي المينيمم عشان مبقاش فيه كايند اوف ويستنج، بتطلعي الازازه تعمليها كده وتاخدي منه الكميه اللي انت عايزاها. ولو انت هتدي اللي موجود كله بتطلعي تحطيه في حمام ميه دافي مش سخن ولا مايكرويف، عشان فعلا بقى ما يقطعش، ونعمل بيه لبنه وحاجات، وندفيه في الميه الدافيه دي هتلاقيه ظبط معاكي. هو بيفصل فوق تقيل وتحت خفيف، هو ده الدهون اللي طالعه على الوش. ده صح، ده مش لبن قاطع. دهون اللبن بتطلع على الوش مش بتترصد تحت، كله بيبقى شفاف والدهون على الوش. هو ده لبن مش قاطع، هو ده لبن صح، وهندفيه بالطريقه الصح. وانا خلصت واتبسطت ان انا اتقابلت معاكم. بس لا صح، في نقطه عايزه اتكلم عليها. الحاله النفسيه يا جماعه للامهات والله العظيم بتبقى صعبه قوي. يعني حتى لو بتتساعد، وحتى لو بتعمل لها كل حاجه، وحتى لو حد قاعد لها يغير لها البامبرز، وحد يشيل عشان ياكل، وحد يعمل مش عارف ايه، التغير الهرموني كبير. انا والله العظيم قبل البريود باسبوع ما ببقى كائن ما حدش ينفع يتعامل معاه، ببقى ماشيه بصوا في وسط الناس تنين مجنح. ايه، ناخد بالنا من الام شويه. مرحله لازم تكوني معرفه الناس اللي معاكي فيها عليها، انا همر بتجربه نفسيه لازم الكل يدعمني عشان ما بيتنسيش. الام بتفضل فاكره ما تتنسيش. وعلى فكره الشخصيه اللي قالت لي ما عندكيش مشط في بيتكو، انا فاكره وانا حره اتنكش زي ما انا عايزه وانا برضع، ما حدش له حاجه عندي، ووزني زاد وانا برضع ورجعت خسيت. وفي حاجات كتير كلنا بنعملها بنبقى فاكرين نفسنا فيها ان ده غلط وهو صح، زي الام اللي بعت اللبن بيقطع، زي الام اللي بعت صدري خفيف، زي الحاجات كلها بيبقى الناس فاكره ان ده غلط وهو اصلا هي بتعمل صح. انا جاي لام النهارده العاده بتقول لي بص انا هقول لك على حاجه بس ما تزعليش مني. قلت لها مش منظمه رضاعه. قلت لها مين قال لك ان انا عايزاكي تنظمي رضاعه؟ مش عايزاكي تنظمي رضاعه. في ام تانية كانت بترضع اول مره وجت تاني بيبي، هي ممكن تكون سمعانه دلوقتي، قالت لي بمنتهى البساطه ميادة انا واخده قرار ان انا مش هرضع، وكانت خايفه وهي بتقول لي. قلت لها اوكي مفيش مشكله، بس لو قررت انك عايزه ترضعي في اي وقت كلميني.
ولا ينفع اقفش عليها ولا ينفع اقول لها ليه، لان انا بديها الكونسلنج اللازم، والرضاعه قرار شخصي جدا، ما ينفعش حد يقفش على حد، لان هي اهم. هي كده اكيد خدت قرارها الاسباب، ولو دخلت ان انا اتناقشت معاها في الاسباب هي واخده القرار. غابت لها يومين كده ورجعت تاني ميادة انا برضح. فبناخد الام ازاي؟ ما ينفعش نقفش، ما ينفعش نتعامل مع ام بطريقه سلبيه، ما ينفعش انت عملتي ده ليه، ما هي حره تعمل اللي هي عايزاه، انت عليك النصيحه، لكن انك تقفشي عليها مالكيش فيه، ده حياتها هي وشخصيتها هي. و see you guys, باي باي.